السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم بزاف في ماروك 24. تحييكم. جبنا لكم اليوم ملخص ديال الوداد والرجاء. مقابلة كانت زوينة بزاف. ملخص في ميدار في بعض الفرص والهدف ديال الرجاء البيضاوي مع التيفو الجميل والجميل جدا. بارك الله عليكم، فرجة ممتعة. وحسين المتولي في لقاء الاياب 2-0 كانتصار ديال فريق الرجاء. هذا الموسم الوداد انتصر في لقاء الذهاب فضلا وليس امرا. ما تنسونوش بالاشتراك، واحد جيم الله يخليكم، واحد التعليق. شكرا جزيلا، فرجه ممتعه. الاجواء الحماسيه، حضور الكبير لجماهير الفريقين، جماهير الوداد وجماهير فريق الرجاء. الوداد تحت قياده الهولندي سفين فان دين بروك يعلم جيدا قيمه المواجهه، خصوصا وان اللقب غاب عن خزينه الفريق الاحمر لازيد من 20 سنه، وبالتالي حان الوقت لربط الماضي بالحاضر ومعانقه اللقب الغالي وهي طموحات جماهير فريق الوداد. الرجاء الرياضي البيضاوي بطاقم تقني جديد يقود الغالي بعد اخر تتويج يعود لموسم 2017 كان على حساب فريق الدفاع الحسني الجديد في ضربات الجزاء. اذا نتابع هذه الصور مدينه فريقان في الدور ربع النهائي بطريقه ممتازه. يمرر كان البحث على لاعب والمهاجم سفيان بن جديده، الكره اللي لبسات ارسن زولا وعلاقات الشباك. هدف اول لفائده فريق الرجاء. لاحظوا التدخل ديال يوسف المطيع، ولكن السرعه باش كان جاي ارسن زولا الكره كتلمس الرجل ديالو، وبالتالي بنيران صديقه الكره في الشباك. وهدف اول لفائده فريق الرجاء. اذا النتيجه تغيرت حدود الدقيقه 18. هدف لفائده الفريق الاخضر. مستوى الوسط لعبت الكره طويله الراس ديال امين ابو الفتح، خطات الكره ليحيى جبران لايمن الحسوني تمريره في الجهه اليمنى، فرصه لفائده فريق الوداد، تمريره فرصه هدف. بولي سامبو جونيور كان بامكانه يوضع الكره في الشباك لامين ابو الفتح، خطات الكره ليحيى جبران لايمن الحسوني تمريره في الجهه اليمنى، فرصه لفائده فريق الوداد، تمريره فرصه هدف. بولي سامبو جونيور كان بامكانه يوضع الكره في الشباك، فرصه لفائده فريق الوداد. تمريره ممتازه من هشام ابو سفيان من الجهه اليمنى لبولي سامبو جونيور اللي ما كان عليه انه يوضع الكره في الشباك، ولكن الكره ديالو مشات فوق المرمى مره اخرى. هذه المحاوله لاحظوا التمريره ديال هشام ابو سفيان. بولي سامبو جونيور كان اسرع من الحارس انس الزيتي. رغم انه الوداد بعد خروجه من منافسات دوري ابطال افريقيا يمكن اثر شيئا ما على النفسيه ديال اللاعبين، وهذا بان بعد العوده لاجواء منافسات الدوري الاحترافي. الوداد اللي ديال يوسف المطيع الذي يبعد كره اقل ما يقال عنها بانه كان هدف ديال فريق محقق ديال فريق الرجاء. في الوقت اللي تحدثت على مهدي فاريا اللي فاز الجهه اليمنى مراوغه، ولكن تدخل اسماعيل مقدم. روجر اولو حكم يعلن خطا لفائده فريق الرجاء. قلت بان الوداد وصل الموسم الماضي للمباراه النهائيه. ذكر بانه موسم ما قبل الماضي كان لعب الدور النصف النهائي، كان خرج امام فريق المغرب التطواني بضربات الجزاء. 2018 2019 خرج من دور 16 2017 2018 خرج من دور النصف النهائي، وكان امام النهضه البركانيه بضربات الجزاء في الوقت اللي تبادل المحاوله في فريق الرجاء. تدخل ديال امين ابو الفتح. بالتالي الا كان الوداد يعني لمده تقريبا ازيد من عقدين ما تمكنش من معانقه اللقب، الرجاء اكيد يحاول كذلك العوده للصعود للبوديوم من بوابه اغلى المنافسات، منافسات كاس العرش، خصوصا بانه اخر لقب للرجاء يعود لموسم 2017 امام فريق الدفاع الحسني الجديدي. في الوقت اللي غادي يتوقف اللاعب هناك غادي يكون هناك تغيير. فرصه بولي سامبو جونيور كان بامكانه يوضع الكره في الشباك في الوقت اللي الحكم كيقول هناك لمسه يد على المهاجم السنغالي. هناك مدربين اللي خلوا مكاتب في هذا الكاس في الوقت تبادل المحاوله بواسطه لاعب نوف الازروني محاوله الدخول داخل منطقه جزاء. نوف الازروني دائما يختار الكره، الازروني كيبحث على مجال للتسديد يسدد، ولكن الكره بعيده. في الوقت اللي كان محمد زيدان مازال سقف ارضيه الملعب. جل الدودي، يحيى جبران، يحيى عطية الله،
مرة أخرى عند يحيى جبران لعبد الله حيمود. حيمود من أجل اليسرى. حيمود شو يعمل؟ حيمود كيمرر في اتجاه اللاعب أرسنال الزولا. ترفعت الكرة داخل منطقة الجزاء ولكن ما تمكنش. حكم جل جيد من الحكام صراحة اللي عندهم إمكانيات جيدة. تدخل ويبعد الكرة ويبعد الخطورة. كانت فرصة لفائدة فريق الوداد دائما ضغط من الفريق الأحمر. حكم كيقول هناك لمسة يد وخطأ لفائدة فريق الوداد. الوقت لمحمد بولكسوت يستعد للدخول وكذلك لاعب مشعب في القطع انه بدات المعارف ديال الفرحه بالنسبه للاعبين ديال فريق الرجاء وبالنسبه ديال الجماهير. بالنسبه لجماهير فريق الرجاء نتابع تدخل ديال امين ابو الفتح. كان تدخل قوي امام اللاعب محمود بن تيك. لاحظوا الفرحه ديال اللاعبين ديال فريق الرجاء وصول للمباراه النهائيه. بما صراحه فريق الوداد الشوط الثاني قدم مردود قوي ومردود طيب. تابع هذه الفرحه ديال اللاعبين ديال فريق الرجاء في انتظار تنفيذ الخطا بالنسبه لفريق الرجاء. نفذ خطا بسرعه. يسري بوزوق لمحمد بولكسوت. تعود المحاوله. بولكسوت مراوغه اخرى. بولكسوت داخل منطقه الجزاء. فرصه. تدخل الحارس يوسف المطيع بسرعه. كره في الجهه اليسرى. انطلاقه ديال لاعبي فريق الوداد. يحيى عطية الله لعبد الله حيمود. كرة خارج أرضية الملعب والحكم يعلن على نهاية المباراة بتأهل فريق الرجاء للمباراة النهائية.